نرحب بالأستاذة فاطمة نعوت، هي التي معي اليوم، الكاتبة والصحفية والشاعرة المصرية. مرحبا أستاذة. أهلا وسهلا بك أستاذ هشام، وأهلا بكل الأصدقاء. شكرا. تعتبرين من المثيرات للجدل بسبب مجموعة من التصريحات القوية. ربما أشهر تصريح هو التصريح الخاص بعيد الأضحى الذي تسبب لك شخصيا في متابعة قانونية بتهمة ازدراء الأديان. ما قصة هذا التصريح وكيف تنظرين إلى ردة الفعل؟ هل كانت مستحقة ومنطقية أم لا؟ يعني أنا لا أحب أن أختصر في مجرد بوست على فيسبوك، ويعني يزعجني جدا أن يقال أن هذا هو أشهر تصريح ليا. هذا محزن جدا، لأن أنا عندي 24 كتاب وعندي سنوات طويلة من الجهد التنويري ومن صحيح. التفكير ومن الكتابة ومن المعارك الفكرية مع التطرف ومع العنصريات على كل أنواعها وإلى آخره. وقبل كده كمان عندي تاريخ كمهندسة معمارية. فأن تختصر في بوست ده معناه إننا أمة لا تقرأ، و يعني ننهج أن نختصر الناس في الأشهر وليس في الأعمق والأهم. لهذا إن كنت تعتبر أن هذا هو أهم تصريح ليا أو الأشهر أو كده، فأنا هختلف معاك وأعتبره يعني هو الأشهر من ناحية أنه هو الذي أثار هذه الضجة وتسبب يعني في عواقب، لكن طبعا هو ليس الأشهر بمعنى إيجابي. هو الأشهر لأن شخصا خاملا في تقديري مع كل احترامي للجميع أراد أن يشتهر، فللأسف لم يحقق حتى هذه الشهرة. يعني حتى الذي قادني حينما تكتب عنه الصحف يقولون خصم فاطمة نعوت، فهو أيضا أراد أن يشتهر وأن يبرز اسمه في الصحف، ولكنه حتى لم ينل هذا. إن كانت هذه يعني شهرة تسعده، فحتى لم ينلها يعني للأسف. كل ما كتب عنه وحينما يستضاف في أي قناة عشان يتكلم عن قضيتي، وحتى حينما قوضي هو شخصيا هو اتهم بازدراء القضاء أو إهانة القضاء، لأنه أهان مستشار جليل قاضي يعني. حتى في قضيته الخاصة البعيدة عني كل البعد، حينما تكتب الصحف عن قضيته وليس عن قضيته معي، قضيته الخاصة مع القضاء، كانوا أيضا يكتبون خصم فاطمة نعوت. هذا لا قبول. نعم. فللأسف لم ينل حتى هذه الشهرة التي كنت أتمنى أنه لو بذل ربع الجهد الذي بذله في متابعة أقوالي وكذا 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 على نفسه. يعني لو كان صرف هذا الجهد وهذا الوقت على شخصه هو، تعلم وعلى اشتغال على دماغه وكذا، لكان اشتهر كشخص كإنسان في حقه الخاص وليس كخصم فاطمة نعوت. يعني المرة الوحيدة اللي شفته فيها هذا الإنسان في المحكمة لقيته شايل كوم كبير كده، فلما سألت إيه ده لقيته كل ما حلقات التلفزيونية وكل مقالاتي وكل بوستات وشهاداتي العلمية وكلها حطيتها في ملف. واضح انه لدرجة ان انا قلت، كانت معايا ساعتها مديرة مكتبي اللي بتجمع ارشيفي، يعني قالت لي يا ريت احنا نحصل على ارشيفك منه، لان هو عنده حاجات تخصني انا مش عندي. هو ممكن يعمل لك سيرة ويكتب سيرتك. بالضبط. هو لو عمل دكتوراه دلوقتي عني هياخد امتياز يعني. فبقيت والله تحسرت يا استاذ هشام. قلت يعني هذا الجهد الذي بذله في تتبعي وطباعة كل مقال لي وكل صورة لي وكل رحلة من رحلاتي وكل بوست وكل لقاء تلفزيوني وكل لقاء إذاعي وكل لقاء صحفي، لو كان بذل نصف أو ربع هذا الجهد على شخصه هو، على القراءة وعلى الاشتغال على الدماغ وعلى التفكير وعلى التأمل وعلى العمل، لكان له شأن آخر.
وكانت شهرته في هذه الحالة تكون مستحقة. فأنا أشفقت يعني عليه والله. والدليل على ده أن أنا بعد انتهاء قضيتي كتبت له مقالة شكر، مقالة حقيقية، شكرته من قلبي وليس سخرية. شكرته لأني ما كنتش متخيلة إن عندي هذا الرصيد الضخم من حب الناس اللي لقيته في كل حتة سافرتها، في كندا وفي الإمارات وفي مصر. أن يعني لما يقولوا لي إن إحنا عاملين حلقة دعاء كاملة عشان المسلمين، ولما يقولوا لي المسيحيين إن إحنا بنولع لك شمع وعاملين قداسات باسمك، ولما يقولوا لي حتى البهائيين إن إحنا عاملين جلسات، مش فاكرة اسمها إيه عندهم في البهائية، جلسات زي الأذكار عندنا أو حاجة، أيضا دعاء ليا. حتى أن أحد الظرفاء على صفحتي كتب فاطمة نعوت مجمع أديان. نعم، أنت رمز حوار الأديان. فلما الاقي ان كل هذا الحب من اجلي، يعني قد ايه كنت سعيده، وقد ايه بصدق، ويعلم ربنا بصدق ان انا شكرته من قلبي، لانه اراد ان يأذيني لكنه منحني كنزا لم اكن اتصور انني املكه، وهو انه جعلني اعلم قدري عند الناس وقدري عند ربنا، وقد ايه اصل محبه الناس دي يا استاذ هشام كنز كبير قوي قوي. فقلت له انا لو عشت 600 سنه ما كنتش هحصد هذا الحب اللي حصدته في سنه واحده، اللي هي فيها كانت ازمتي واغترابي عن الوطن يعني. عجيب. استاذه فاطمه، يعني تكلمتي عن ال 24 كتاب. طبعا انت كاتبه وصحفيه وشاعره، يعني ما هو الوقت الذي تخصصين لكل مجال من هذه المجالات؟ يعني ما هي اهتماماتك الرئيسيه؟ الناس بتندهش من ان انا عندي يعني كم انتاج ضخم جدا، وامتى بعمل ده كله، يعني امتى بكتب مقالات، وامتى بقرا، وامتى بسمع مزيكا، انا لازم اسمع مزيكا كل يوم، وامتى بقعد افكر، وامتى بروح الاوبرا، امتى بعتني بالكلب بتاعي او بالحيوانات بتاعتي او كده، وامتى بشوف اسرتي، وامتى بشوف حياتي، وامتى كده. فبيستغربوا ان انا بعمل كتب، بجيب منين الوقت. الحقيقه ان انا اكتشفت ان كل حاجه في الدنيا بلا استثناء تذهب وتعود. المال يذهب ويعود، الصحه حتى تذهب وتعود، كل شيء، حتى الاصدقاء، حتى كل شيء يذهب ويعود الا العمر. فالوقت، اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي، اللي بقول فيها اللحظه، خلاص لن تعود مره اخرى. فالعمر هو اغلى حاجه في الدنيا، ولذلك انا احسن استخدامه جيدا. ببساطه خالص مش بضيع وقتي في الحاجات اللي انا بعتبرها اسمها مستنزفات الوقت، او الاشياء التي تقتل العمر، اللي هي يعني الحاجات اللي ممكن تبقى بسبب رفاهيه عند الناس، زي الجلوس على المقاهي، او تزاور الاصدقاء، او الحاجات دي يعني اللي الناس شويه او تليفونات، او حديث في الهواتف وكذا، او الشات اللي بيعملوه على الانترنت وكذا. الحاجات دي كلها مش بعملها، انا بعتبرها دي من الحاجات الريسكي اللي بتسرق العمر يعني. فانا حتى دايما لما حد صحفي او حد يتكلم معايا ويكرر كلمه، فانا اقول له انت اسرق مالي ولا تسرق عمري يعني. فالحاجات دي لما بتشيلها من حياتك بتكتشف ان عمرك طويل قوي، وتقدر تعمل حاجه. ثانيا بنام قليل قوي، ده عيب طبعا بيولوجي يعني صحي، ان انا عندي ارق مزمن، وانا بعتبره هو ارق حميد يعني، صحيح بيضيع ذاكرتي وكده، لكن بيفيدني في انه بيخلي الوقت مضروب كتير يعني. بنام ساعتين 3 في اليوم بس يعني. واو. طول الوقت شغل. بالنسبه لمواضيع الكتب، هل لها مجال خاص ام هو يعني متنوع، مجالات متنوعه في الكتابه؟ انا مينلي اديبه يعني، شاعر. فكتبي 24 كتاب، فيه 8 دواوين شعريه، ترجمت عندي 11 كتاب ترجمات، روايات ضخمه يعني. ترجمت فيرجينيا وولف وتشاماندا البريطانيه، طبعا الكاتبه البريطانيه الكبيره فيرجينيا وولف. عندي كتاب
ترجمتهم لها، جيوب مثقلة بالحجارة وأثر على الحائط. وتشيماماندا نجوزي أديتشي، وهي كاتبة نيجيرية حصلت على جائزة أورنج، وكاتبة جميلة جدا رائعة. ترجمت لها رواية ضخمة جدا اسمها نصف شمس صفراء. وترجمت فيليب روث رواية ضخمة أيضا من أجمل الروايات، وهي اسمها The Human Stain أو الوصمة البشرية، وتتكلم عن الريسيسيزم والعنصريات في أمريكا. ترجمت جون ريفنسكروفت، وهو كاتب قصة بريطاني، وهو صديقي باي ذا واي، عايش يعني معاصر. وترجمت 2 أنطولوجيا شعرية من شعراء كثير من العالم. كتاب اسمه أنطولوجيا اسمها مشبوه بفأس، وأنطولوجيا تانية اسمها أبناء الشمس الخامسة. وترجمت جون ريفنسكروفت قتل الأرانب. وعندي مجموعة قصية أيضا مترجمة عن إنجليزية عنوانها المشي بالمقلوب. وأعمل الآن على رواية تشينوا أتشيبي النيجيري. أيضا أنا بحب الأدب النيجيري جدا أو الأفريقي بشكل عام، اسمها مان أوف ذا بيبل أو رجل الشعب. وغير دول بقى عندي كتب فكرية أحدثها حوار مع صديقي المتطرف. يعني خلاصة التجربة. أنا سأنضم الآن إلى صف المتسائلين، يعني كيف تجدين الوقت لكل هذا؟ زي ما قلت لك، يعني طول الوقت بشتغل. أصل يعني نعمة كبرى 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 أن يكون عملك هو هوايتك. نعم صحيح. أنا بالدراسة طبعا مهندسة معمارية اركتكت. عملت بالهندسة المعمارية سنوات، ثم تخصصت بعد كده أو تفرغت للكتابة. الكتابة كانت هواية فأصبحت عملا. فحين تكون يعني الواحد، الناس، المهندس، الطبيب، المحامي، أي حد بيقرأ عشان يتسلى، يعني من باب الهواية. أنا القراية شغلي، يعني الكتابة والقراية هي الهواية وهي العمل نفسه. فبالتالي كأنك طول الوقت بتشتغل، طول الوقت بتمارس هوايتك. فوقت الفراغ اللي بنقضيه في الهواية هو عملي، وقت العمل اللي بقضيه في الشغل هو هوايتي. جميل جدا. هنا عشان كده هنا بتحس ان انا انتاجي ضخم يعني. رائع. لنعود الى المواضيع الساخنة، واول موضوع هو موضوع ازدراء الاديان. هل انت مع الرأي الذي يطالب بحماية المقدس عن طريق هذا القانون، أم أنت مع الرأي الذي يقول بحرية النقد بل والسخرية من المقدس؟ إن كان شيء ما مقدسا فكيف له أن يحمى؟ السؤال به مش السؤال، الفكرة، فكرة ازدراء الأديان بها عوار فكري، بها خلل منطقي، لأن المقدس عصي على الحماية، هو الذي يحمي. فإن كنت تعتبر أن نصا ما مقدس، فكيف لك أن تطالب بحمايته؟ هو الذي يجب أن يحميه. وبالتالي هذه المادة ازدراء الأديان وهذا القانون هي مادة في القانون المصري، مادة 98 واو في القانون المصري، في حكمت بها وسجن بها كثيرون. يعني هي مادة تهين المقدس، تهين الفكر، تهين الإنسان، وتهين فكرة الدين نفسها. أي دين، مش بتكلم عن دين محدد، خاصة لو تطرقنا في الحديث عن التاريخ والتأريخ هذا القانون، كيف نبت في مصر وكيف نشأ. ربما ستضحك حينما تعلم كيف نشأ وكيف استمر وإلى ما تحول بعد هذا. ولكن أنا بناقش الفكرة، المقدس يفترض أنه في أعلى العليين، فكيف له أن يهينه إنسان؟ يعني مثلا تصور، عشان أقرب الفكرة كده للناس، تصور إن فيل ضخم، فيل elephant، وجت بعوضة صغيرة بتناوشه. مش ممكن الفيل هيعمل عقله بعقلها بقى ويقعد يحارب الناموسة أو كذا يعني. صح. لكن هل تذهبين أكثر إلى يعني طبعا حرية
القياس كوميدي شويه، بس انا عايزه اقول ان شيئا ما مقدسا، وانت يعني الذي يقاضينا والذي يطالب بحمايه هذا المقدس يقر له بالقداسه. فان كنت انتم ايها الذين تحاكموننا، ان كنتم تقرون لشيء ما بالقداسه، فكيف له ان يهينه انسان ضعيف مثلي او مثلك او كذا؟ لابد انك لا تؤمن بقداسته، لابد انك تراه ضعيفا، فانت ما يحتاج حمايه هو شيء ضعيف. لا شيء قويا يحتاج الى الحمايه، ولكن الضعيف هو الذي يحتاج الى الحمايه. الكسيح يحتاج الى عكاز، والأصم يحتاج الى سماعات، والغير المبصر او النظر الضعيف يحتاج الى نظاره طبيه زي اللي انا لابساها وهكذا. ولكن الصحيح لا يحتاج الى هذه العكازات لكي يتعكز عليه. لكن هل تذهبين يطالبون بحمايه، ده بقى السلوغان الاخير. نعم. اولئك الذين يطالبون بحمايه المقدس لا يؤمنون بقداسته، ما يطالبون ما يسعون الى حمايته. هم لا يؤمنون بقداسته. لو كانوا يؤمنون بقداسه الدين، اي دين، الدين الفلاني او العلاني او كذا او كذا، ان كانوا يؤمنون بقداسته ما سعوا الى حمايته، بل يلجؤون اليه ليحميهم. فاذا اولئك الناس يشكون في قداسه ما يدافعون عنه. الاديان مفترض انها نصوص مقدسه، نصوص سماويه يحميها من انزلها، كل عبر منظوره. انا لا اريد ان اخصص الكلام عن دين بعينه، انا اتكلم بوجه عام. المسيحي يؤمن ان دينه منزل من السماء، المسلم يؤمن ان دينه منزل من السماء، اليهودي يؤمن ان دينه منزل من السماء، حتى الديانات الوضعيه يؤمنون انهم يسعون الى الحقيقه، وان هناك قوه علويه ما تسيرهم. البهائي يؤمن، بالمناسبه البهائيين من ارقى صحيح. العقول التي قابلتها في حياتي، صحيح. من صحيح. ارقى حقيقه، لانهم نسبه العنصريه عندهم 0%. صح. 0%. يعني مش عايزه اخوض في البهائيه، طبعا مش مطلع قوي عليها، ولكن القشور التي انا قرات في جميع الاديان بتعمق، حتى في الفلسفات الوضعيه منذ زمان، يعني من عمر مبكر جدا. يعني قريت الزرادشتيه والطاويه والكونفوشيوسيه والبوذيه وكل هذه الفلسفات، وطبعا قرات الديانات المعترف بها الثلاثه، اليهوديه والمسيحيه والاسلام بعمق. قرات القران كاملا واحفظ اجزاء كثيره منه تجويدا يعني وانا طفله. ولكن البهائيه الحقيقه قرات قشور خفيفه عنها، لان بدات اعرفها وانا في السن اللي كنت بقى كبرت شويه على برامج القراءه. وانا صغيره كنت بعمل برامج قراءه، يعني اقول السنتين دول الفلسفه الشرق الاوسط، الشرق الاقصى، فلسفه الشرق الاقصى، الفلسفه الصينيه، السنتين دول الفلسفه الالمانيه كلها، فلسفه وهكذا. كنت عامله برنامج قراءه مكثف زي كل الناس يعني بيعملوا كده. فانا وصلت للسن دلوقتي ما بقتش اخضع نفسي لبرنامج قرائي صارم زي زمان اثناء ما كنت بشتغل على بناء عقلي. يعني دلوقتي بقرا كثافه طبعا نفس عدد الساعات اللي بقراها يوميا، ولكن هازارد يعني مش بنظام ومش مش وفق خطه منظمه، لاني دخلت في كل اللي. فالبهائيه الحقيقه فلتت مني ان انا اقرا عنها كويس، ولكن تعرف دايما يقول لك ايه، كن سفيرا لدينك. يعني انا ما يهمنيش اعرف دين حضرتك ايه يا استاذ هشام، لكن يهمني اشوف سلوكك. اذا رايت سلوكك رائعا فانت تعتقد في شيء رائع، واذا رايت سلوكك دون المستوى فانت دون شك لديك مشكله في الاعتقاد.
أنا أنظر أو أحكم على البهائية من خلال الناس البهائيين الحقيقة من أرقى ما يكون ومن أجمل ما يكون، ما عندهمش فعلا نسبة العنصرية، عندهم صفر حقيقة يعني. بس كما يقولون يعني من ثمارهم تعرفونهم كما يقول السيد المسيح. أريد أن أعود معك إلى نقطة يعني انتقاد. يعني فهمت من كلامك أن ممكن انتقاد الأديان وهذا أمر عادي جدا، لكن هل تذهبين أكثر إلى مجال السخرية؟ نعرف مسألة السخرية من الأديان مثل شارلي مثلا ما وقع في فرنسا. هل لا أفضل السخرية، لا يعني لن أرفع سيفا وأقتل من يسخر، ولكنني لا أسخر من أي. أنا أحترم اعتقاد كل إنسان. يعني دايما أقول يعني أعبد شجرة أو أعبد حجرا ولا تضربني بهذا الحجر. فأنا أحترم اعتقاد الشخص في أي شيء حتى لو لا أؤمن بما يؤمن به، ولكنني أحترم إيمانه. يعني مثلا ما رحت كردستان وشفتهم في إسرائيليين تحب إيمانهم. أما بتروح الكعبة الشريفة وتشوف الناس وهي بتصلي بتحب إيمان الناس، تتأمل إيمانهم. ما تروح الكنيسة وتشوف الناس بتصلي بتحب إيمانهم. مش بالضرورة أنت تعتقد في هذا أو ذاك، ولكن أنا أحترم اعتقادك ما دام هذا الاعتقاد لا يؤذيني، ما دمت مش هترفع سيف على رقبتي، مش رقبتي أنا يعني رقبة أي حد. متى يبدأ انتقادي لك؟ حينما تبدأ في هجوم أي شخص، أنا فورا باخد جانب هذا الشخص وأدافع عنه حتى لو ينتمي لدين لا أعتقد. لكن الذي منطق طبيعي أن تساند المعتدى عليه، يعني ده منطق إنساني طبيعي. يعني أظن هذا هو وجه الخلاف، لأن مثلا الساخر من الأديان أو الذي يسخر من الأديان عامة، أديان عامة لا نتكلم عن دين محدد، ربما يجيب على هذه النقطة فيقول أنا أسخر من هذه الإيديولوجية، أنا أسخر من هذه المجموعة من الأفكار، أنا لا أسخر من الإنسان الذي يعتقد، فنحن مع حرية الاعتقاد. أنا لا أسخر حتى من الأفكار، لا ما دامت الأفكار مسالمة ولا تعتدي على أحد ولا تعتدي على حق أحد في الحياة أو حق أحد في اعتقاد شيء آخر أو حق أحد في السلام والأمان لا أسخر من أي معتقد. وإلا أصل خد بالك من حاجة بعيدا عن الأديان لأنها يعني لها إطار خاص، لكن حتى في الفلسفات أنا تعلمت ده يا أستاذ هشام من الرياضيات، ماثيماتكس. زمان واحنا صغيرين كنا بندرس حاجه اسمها الهندسه الاقليديه اللي هي اخترعها او ابتكرها اقليدس، وهو طبعا عالم الرياضيات الشهير الاغريقي الشهير. الهندسه الاقليديه اللي هي ايه؟ اللي احنا كلنا درسناها، اللي هي فيثاغورس مثلا، مثلث فيثاغورس، بايثاغورس، او الجذور التربيعيه وكذا وكذا، الهندسه العاديه اللي احنا درسناها فيه. لما كبرنا شويه عرفنا ان كل ده وهم ومش حقيقي، لانها تعتمد على الخط المستقيم والزوايا القائمه وكذا، اللي هي الهندسه الاقليديه دي. عرفنا بعد كده لا يوجد خط مستقيم في الحياه، مفيش حاجه اسمها خط مستقيم في الارض، مفيش حاجه اسمها كده. يعني انا لو رسمت خط ده مش مستقيم، ده كيرف، لان الارض كرويه، ولان كل ما على الارض، كل ما في هذا الكون مش في الارض بس منحني كيرفات. فاذا جه نيوتن ضرب عرض الحائط الهندسه الاقليديه. بعد كده جاء اينشتاين ضرب عرض الحائط وبعض قوانين نيوتن. فأنا مؤمنة بأن الفلسفة أو الفكر هو السعي نحو الفكر وليس الفكر. يعني أنا لما أفكر مش الهدف إن أنا أوصل لحقيقة أو للحقيقة أو لدogma أو لفكرة، لكن سعي المعرفي هو الهدف، هو الثمرة. زي كده اللي أرى مننا باولو كويلو في رواية الخيميائي. الراجل كان جاء من المغرب، من عندك من المغرب، عشان الى الاهرامات، اهرامات الجيزه او مصر، يعني الاهرامات المصريه البيراميدز، يعني علشان يدور على الكنز المدفون تحت الهرم. بعد ما وصل وقطع طبعا مشوار، ما كانش بالطياره يعني، جاي مشي يعني. فبعد ما قطع سنين وسنين من هذه الرحله الطويله من المغرب الى مصر لم يجد الكنز. فعرف ان الكنز هو رحله البحث عن الكنز. أنا مؤمنة جدا بده،
لذلك انا عندي رف هنا اسمه رف من المكتبه اسمه الباحثين، رف الباحثين عن الحقيقه. رف الباحثين ده بعتز بيه جدا. هتلاقي عليه القران، وهتلاقي عليه السيده العذراء، وهتلاقي عليه زرادشت، وهتلاقي عليه بوذا، وهتلاقي عليه ديلي لاما في اكتر من فيرجن يعني، وهتلاقي عليه ايزيس او ايزيس، وهتلاقي عليه حتحور، وهتلاقي حتى افروديت، هتلاقي عليه اثينا اللي هي ربة القنص في الحضارة الإغريقية، وهتلاقي عليه طبعا ماعت العظيمة ربة العدالة المصرية والى اخره. انا بسميهم الباحثون، اولئك هم الباحثون عن الحقيقة. جمالهم مش انهم وصلوا الفكرة، جمالهم انهم يبحثون عن الحقيقة. فكرة البحث في ذاتها هي الاجمل، مش الوصول الى حاجة. فعشان كده لا اعطي نفسي الحق في ان اسخر من معتقد حتى لو هو مش معتقد، لاني زي ما اتعلمت ان الهندسه الاقليديه هدمها نيوتن، والهندسه وقوانين نيوتن هدمها اينشتاين، ومين عارف تاني يجي حد يهدم النسبيه. اتعلمت مع العلم انك اذا سخرت من قانون فيزيائي او قانون رياضي لن تتابع بتهمه ازدراء القانون الرياضي. انا لا انا مش بوافق معاك. انا مش ده مش معناه ان انا بقر بهذا القانون. انا في البدايه اسلفت بان هذا القانون عبثي، ومن يطبقه من اخترعه ومن طبقه ومن سجن به هو لا يؤمن بقداسه ما هو عنده. حاجه اسمها الشك، هو شاكك في الشيء ده فبيحميه بالسيف. انت يكون عندك قلق من حاجه تقفل عليها كده وتحط شوك حواليها عشان انت خايف عليها، لكن لما بكون مطمن لها قوي قوي مش بتقلق ابدا عليها. انا هقول لك خارج يعني ما تعتبروش. انا بس النهارده خطر على بالي، اكتشفت صاحبتين اللي كانوا معايا دول. انا نادرا ما بقابل اصحابي يعني، بس خطر على بالي حاجه دلوقتي فيها قياس ما. واحنا خارجين، احنا خرجنا نتمشي شويه في الرحاب النهارده، وهتلاقي الصور على صفحتي في فيسبوك. فهم فوجئوا ان انا معايا، انا عندي الكلبه بتاعتي اسمها ليزا، انها مش رابطه لها ليش، ما عندهاش ليش يعني، ماشيه كده جنبي بس. فاستغربوا قوي، مع ان انا عندي ماسكه الليش بس احتياطي كده لكن مش رابطاه فيها. فقالوا استغربوا، قالوا لي اول مره تشوف كلب ماشي من غير ليش. قلت لهم لان انا مطمنه انه مش هيسيبني. وفعلا انا دخلنا المول قالوا لنا ممنوع، فانا كنت داخله اجيب النضاره بتاعتي من المحل جوه، فما رضوش يدخلونا بالمول. فصاحبتي وقفت بالكلب بره يعني. لا تتصور الكلب عامله ايه، صريخ الكلبه تصرخ كانها طفله علشان انا بعيده عنها. انا مطمنه للكلب فمش رابطاه، لكن لو انا قلقانه انه يهرب مني او انه حد يقدر ياخده هعمل ايه؟ اربطه طبعا، اربطه بالحبل وامشي بيه كده. طبعا قياس مختلف خالص، بس انا بتكلم بشكل عام. حينما تطمئن الى شيء انت لا تحتاج ان تحميه، هو بتاعك، هو موجود. انت بتبتدي تعمل سيف وقرباج وحبل وتقفل على الحاجات بالمفاتيح وترفع قضايا وكده لما تكون قلقان. المطمئن الى ايمانه يا استاذ هشام لا يرفع القضايا، ينشغل بعلاقته بربنا، ينشغل بتقويه علاقته بربنا، ينشغل بانه يرضي هذا الاله، ولا ينشغل بان يقاضي اكس او واي او زد علشان الدين. الله لا يحتاج حمايتنا ابدا. أليست هذه إشارة ولو ربما غير مقصودة، إشارة إلى ما يفعل المسلم اليوم؟ يعني هناك من ينتقد قوانين ازدراء الأديان في البلدان الإسلامية أنها تفرض قيودا على من ينتقد الإسلام فقط، أما باقي الأديان فالخوض فيها جائز. يعني أننا يجب أن نعدل اسم هذا القانون من ازدراء الأديان إلى ازدراء الإسلام، لأن أحدا لم يسجن في قضية إلا في حتى إن إحنا بنسجن بعضنا البعض. يعني إحنا هذا أحكي لك بقى الظرف التاريخي اللي نشأ فيه ده عشان تكتمل النكتة. يعني هذه المادة عملها الرئيس محمد أنور السادات سنة 82 لحتى يحمي المسيحيين من تغول الجماعات المتطرفة في مصر، لأن كانوا سنة 82 ومش عارفة إيه لقوا الثمانينات، يعني لقوا إيه في الجنوب، يعني في صعيد مصر يصحوا المسيحيين يلاقوا على باب بيوتهم كلمات بذيئة تهين المسيحية يعني. فاشتكوا للرئيس وكده، فالرئيس حب يجاملهم
عشان هو الرئيس المؤمن فبيبقى يعني عادل يعني. فايه عمل هذه الماده، ماده 98 واو، اسمها ماده ازراء الاديان. ما هو اتعملت ليه؟ اتعملت لتحمي المسيحيين. هي انها بعد كده انقلبت سيفا الان تستعمل نعم، وضد المستنيرين من المسلمين اللي زي حالاتي وبيتنا واسلام بحيري وفرج فوده طه حسين وغيره. طبعا ما كانش طه حسين، كان قبلها يعني، بس قصدي بشكل عام انا بعتبر ان حتى ابن رشد اللي هو في القرن العاشر حكم بهذه الماده رغم انها ما كانتش طلعت يعني. صحيح. هو كان في الاندلس وبعدين راح عندكم مراكش، ولكنه حكم بهذه الماده. دي ماده هزيله تنم عن عدم الايمان. ده لون من الوان التطهر الارسطي يا استاذ هشام. في حاجه زمان كده في القرن الرابع قبل الميلاد، ارسطو طبعا العظيم، ارسطوطاليس اللي هو الفيلسوف العظيم، اخترع حاجه اسمها او ابتكر حاجه اسمها التطهر الارسطي. التطهر الارسطي هو لون من انواع البيوريفيكيشن. يعني انت انا لو انا جوايا ده اسمها شريره مثلا، بحب اقتل كذا، عايزه اشعر بالسلام بالامان. فالمسرح الارسطي اتعمل فيه انه تراجيديا، اتعمل تراجيدي. يحصل ايه؟ ان الشرير يتقتل في الاخر والخير ينجو ولا اخره. ده بيعمل تطهر للشرير وللطيب مع بعض. لكن الاودينس اللي قاعدين لما بيتفرجوا على مسرحيه تراجيدي والشر هزم واتقتل الشرير في الاخر المسرحيه والمظلوم خد حقه، بيحصل ايه؟ الاودينس اللي زينا بقى من قاعدين بنتفرج، لو انا شرير بحس ان انا اللي اتعاقبت. صح. ببص على الشرير، البطل الشرير اللي اتقتل في اخر اللي مات في اخر التراجيدي، كأن انا مت. فبشعر بان انا خلاص الحمد لله انا خدت جزائي اهو، فاخرج من المسرح سعيدا مسرورا، خلاص انا خدت جزائي. ولو انا مظلومه، لو انا اودينس متفرج مظلوم واشوف الشرير اتقتل في الاخر، بشعر ان هو خدت حقي، ان الشرير اللي ظلمني في الواقع هو اللي اتقتل على المسرح. فبيخرج الناس من المسرح عندهم حاجه اسمها بيوريفيكيشن او تطهر. انهم خلصت انا كمظلومه، خلصت من احساسي بالظلم، والظالم تخلص من احساسه بالظلم بانه ظالم يعني. ده اللي بيخلي ده نوع من فانا ايه انعكاس بقى الكلام ده كله على هذه الماده ازراء الاديان او قانون؟ ان انا ما بيكون ايماني ضعيف بربنا، بظلم الناس، ما بهتمش بعملي، بهين مراتي، بعمل حاجات غلط، بضرب الاطفال، بعذب الحيوانات، بقتل الزرع، اي نوع من انواع الاخطاء التي لا يسامح فيها الله والتي تحزن السماء. لما اعمل حاجات زي دي اعمل ايه بقى؟ مش عارف احلها، اعمل ايه؟ فاقوم اجي لك انت اكمل نقص ايماني من ايمانك انت. ايماني ناقص اكمله من ايمانك، فاتهمك ان انت ان انت كافر، ان انت ايمانك ضعيف، ان انت كذا، ان انت بتزدري، ان انت بتعمل، واسجنك. بشعر بان انا خدت حته من ايمانك حطيت بيها عندي، محاوله لتبرر امام الله. بالظبط. وده شروخ صدوع، كراكس. بيبقى شخص عنده كراكس في علاقته بربنا، يملى هذه الكراكس او الصدوع يملاها بايمان الاخر. فانا بتهم كل من يتهم احدا بالازدراء الاديان انه ناقص دين، انه ضعيف الايمان، انه لا يؤمن بقداسه ما يدافع عنه. جميل. اخر سؤال في هذا الموضوع، موضوع ازدراء الاديان، ثم ننتقل الى موضوع اخر. يعني الذي يسمع الكلام الذي تفضلت به ربما يتجه نظره فقط الى المسلمين، لان اليوم ردة فعل المسلمين فيما يخص انتقاد الاسلام هي التي تكلمت عنها. يعني نجد المسيحي اليوم تنتقد المسيحية، تنتقد حتى السخرية، يعني تسخر من المسيح، تسخر من الكتاب المقدس. لا يفعل المسيحي شيء، وكأن يعني طبعا ربما لم تقصدين ذلك، لكن ربما نفهم من الكلام أن المسلم هو الذي يشك في دينه، أما المسيحي فهو عنده يقين. أنا قلتها صراحة، قلت من يقاضي هو شك في دينه. وانا سالت هذا السؤال، هم شالوا علامه الاستفهام عشان يرفعوا عليها قضيه جديده. انا قلت في لقاء تلفزيوني هو المسلم شاكك في دينه والمسيحي لا مش شاكك في دينه، فهم شالوا علامه الاستفهام خلوها المسلم شاكك في دينه والمسيحي مش شاكك في دينه، عشان خلوها جمله ستيتمنت، جمله خبريه، فكاني يرفعوا عليها قضيه جديده، لكن في علامه استفهام يعني في الموضوع. المسيحيون ده مش بس كده، ده عندك شفرة دافنشي، في كتاب اسمه شفرة دافنشي. نعم.
اللي عملوا براون دوت، ده بيطلعوا السيد المسيح تزوج. اولا طلعوا السيد المسيح مش ابن عذراء، لان السيده مريم تزوجت وانجبت وبعدين السيد المسيح نفسه تزوج وانجب واحده اسمها ساره. روايه مشهوره جدا اسمها شفره دافنشي كود. نعم. حصل ايه للراجل ده؟ لا رفعوا عليه قضيه ولا اتقتل ولا حاجه، حتى انهم حولوا الكتاب ده الفيلم. ما انزعجوش، لان يقول لك انا يعني انا عندي ايماني وربنا هو اللي بيدافع عني، مش انا اللي بدافع عنه. فالحقيقه المسيحيون اكثر نضجا من المسلمين في هذا الشأن طبعا. اوكي، اذا ننتقل الى موضوع اخر، وهو موضوع مهم جدا ايضا، وهو حقوق الاقليات. يعني معروف عنك انك تدافعين عن حقوق المسيحيين، حقوق الاقباط في مصر. هل يمكنك ان تعطينا ملخصا عن حال المسيحيين اليوم في مصر؟ تمام، انا بس هتحفظ على كلمه اقليات. المسيحيون في مصر ليسوا اقليه، ليس من باب التعداد، ولكن لانهم مصريون اصلاء. هذا المصطلح، مصطلح الاقليه minority، يطلق على الوافد. يعني حضرتك عايش في اي بلد اوروبيه، فنقول عليك الاقليه المغربيه في المانيا مثلا، الاقليه المصريه في الهند، الاقليه الباكستانيه في الاردن مثلا. لكن ما ينفعش اقول الاقليه المصريه في مصر، ما اعرفش اقول الاقليه المغربيه في المغرب، ما اعرفش اقول الاقليه الامازيغيه في المغرب. ليه؟ لانهم اصحاب بلد اصلاء، مش وافدين. فاذا انا دايما بحارب او بنتقد كلمه ان يطلق على مسيحي مصر او اقباط مصر اقليه، لا سيما لو عرفنا اصل كلمه قبطي. هي قبطي هي اصلها كلمه فرعونيه، هاكا بتاح، وبتاح وكان اله الواهب الحياه في الميثولوجي المصريه القديمه عندنا يعني. فهاكا بتاح يعني منزل روح الاله بتاح، وبالتالي كلمه قبطي معناها الذي يسكن في منزل روح الاله بتاح اللي هي مصر. وبالتالي كل قبطي هو مصري، وكل مصري هو قبطي. قبطي هاكا بتاح تحولت الى كابت، وكابت تحولت منها الاغريق لما دخلوا مصر سموها ايجيبتوس، وبعدين بعد كده اتشالت السين. الاغريق دايما بيزودوا حرف اس في نهايه الكلمات، زي ارسطوطاليس وهكذا، فدايما في حرف اس في الاخر، فبقت منها بقت ايجيبتوس، وبعد كده بقت كلمه ايجيبت. عشان كده تلاقي مصر هي البلد الوحيده في العالم صحيح. اللي الاسم الغربي بتاعها غير الاسم المصري. صحيح. يعني مصر ايجيبت، لكن المغرب موروكو، حتى المغرب كمان موروكو قريبه من المغرب، والاردن، جوردن، سوريا، لبنان، لبنان الى اخره. لكن مصر اصلها اسمها ايجيبت لان هي من كلمه قبط، وبالتالي كل مصري قبطي. فازاي يعني ينفع اقول حبه الميه اللي جوه الميه؟ ما ينفعش، ميه مصريين كلهم ميه واحده. فبالتالي بتحفظ بس على مصطلح اقليه لا يطلق على المسيحيين لانهم اصحاب بلد وصلاه. جميل. سميهم بقى المسيحيين في مصر. هي انا ما بحبش برضو كلمه ادافع عنهم، يعني هم متهمين بايه؟ هو متهم بايه؟ متهم انه مسيحي، ودي مش تهمه، هو يعتقد ما يشاء، كل انسان من حقه. بالعكس انا عايزه اكمل بس على كلمه الاقليات. حتى لو في مسيحي واحد في مصر، مسيحي واحد، ما تقدرش تقول عليه اقليه لانه صاحب بلد. البهائيين في مصر مش اقليه، حتى لو ان عددهم قليل، لكن هم اصحاب بلد. ما دام مصري اصلي يبقى ما يتقالش عليه اقليه. فاذا هم اصحاب بلد اعتنقوا ديانه، وفي ديانه ثانيه وكذا. انا طبعا ضد الماده الثانيه في الدستور المصري بتقول مصر دوله اسلاميه، لان ما فيش الدوله كيان اعتباري ما ينفعش يبقى له ديانه. صحيح. فمفيش حاجه اسمها العدد الاكبر يبقى مصريين، يبقى قصدي مسلمين يبقى نقول دوله اسلاميه، لان ده انت لو هترده للتاريخ مصر كلها كانت مسيحيه في حقبه ما، يعني فضلت 634 سنه مسيحيه، كل انسان فيها مسيحي. يعني انا كان ليا جد مسيحي في وقت من الاوقات، كل مسلم مصري راهن له جد مسيحي في حقبه ما واسلم في وقت ما. فبالتالي ما بحبش كلمه اقليات تطلق عليهم، وما بحبش كلمه بتدافع عنهم. يعني هم متهمين بحاجه يعني، وانا ما اعرفش متهمين بايه، مش محتاجين محامي يعني. فالحقيقه انا بنتصر للجمال، انا بسميها كده ان انا انتصر للجمال، لان الحق جمال وان العدل جمال. فانا
ابنة ماعز ربة العدل في الحضارة المصرية القديمة، التي كانت تحمل ميزان العدل، ومعصوبة العينين. معصوبة العينين يعني ايه؟ يعني حتى تكون محايدة، اللي بتترسم حضرتك على كل محاكم العالم. مش بتشوف جدارية كده على كل محكمة في العالم امرأة حاطة عصابة على عينيها وماسكة ميزان. نعم. دي ماعز ربة العدل في الحضارة المصرية القديمة. فأنا حفيدة هذه السيدة ماعز، هذه الإلهة الميثولوجية الأسطورية، وبالتالي أسعى للعدل. أنا بكره الظلم قوي 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 قوي. وأنا صغيرة خالص كنت بنزعج قوي لما أشوف حد أعمى، بحس إنه مظلوم، وكنت أكلم ربنا أقول له أنت ليه حرام عليك يا ربنا، ليه عامله أعمى؟ وكنت أعمل إيه؟ أروح بيتي، أروح الأوضة بعد ما أرجع من المدرسة، أدخل أوضتي وأقفل عليا الباب واغمي عينيا نص ساعه او حاجه عشان ابقى عاميه زي هذا الشخص. كنت اتالم قوي لما اشوف حد عنده شلل اطفال، عنده مش عارفه ايه، عنده كذا، فقير مش لاقي ياكل الى اخره. كنت بنزعج وبشعر ان انا بجلتي ناس، يعني كنت بشعر بتأنيب الضمير، ان كأن انا لو مشاركه ده. لما كبرت شويه بدات اشعر ان الكون جماله في هذه الفوضى، هذه ما نسميه نحن عدم مخنا مش قادر يوصل. ليه في اعمى وفي مبصر، ليه في كسيح، في قوي، في جميل، امراه جميله وامراه غير جميله، واحد غني واحد فقير، واحد ذكي واحد محدود الذكاء الى اخره. الكون جميل في هذه مش عارفه اسميها ايه، الفوضى العبثيه، الفوضى المنظمه، سميها ما شئت، ولكنه جميل هكذا. ده صنع الله او صنع القدر، يكون واحد غني واحد فقير واحد اعمى واحد كذا. انما صنعنا احنا بقى دي قصتي مش هقبلها. يعني اذا كان هناك ظلم في الحياه او ما يمكن ان يطلق عليه ظلم واحنا مش قادرين نستوعبه، ان ما فيش عدل كامل، وبعض الشيوخ يقول لك كل واحد عامل 24 قيراط، سيبنا يعني من هذه القصه. قصه انا مش مقتنع بيها قوي، ولكن سيبك من الحاجات القدريه. انا مش هقدر واحد قصير اقول له انت مظلوم فطوله، يعني ما ينفعش، او العكس. لكن اقدر اشوف واحد بيظلم واحد اقول له ستوب، نو ستوب، مش هتقدر تعمل كده تاني. لو ما عملتش كده يا استاذ هشام وشفت ظلم وتوقفت او لم اساعد المظلوم، انا بحتقر نفسي ولا اسامح نفسي، واعتبر نفسي ان انا مشاركه معاه. فاذا انا لا ادافع عن الاقليات، في حاجه اسمها اقليات في مصر فيما يخص المسيحيين، لا ادافع عنهم، وهم مش محتاجين مدافع لان هم مش متهمين بحاجه. انا انتصر للجمال، العدل جمال، الحق جمال، ان اولئك ناس لهم حقوق وظلموا فعلا عقودا اثر عقود، ومن يقل غير هذا فهو يا اما اعمى يا اما عبيط يا اما بيستعبط يا اما هو اللي ظالم نفسه، هو اللي بيظلم. فطبعا الاقباط اتظلموا كتير، او المسيحي مصر اتظلموا كتير، حرموا من المناصب السياديه لسبب مجهول. احنا دوله المفروض مدنيه، مفيش مشكله يبقى في رئيس مسيحي مسلم عادي جدا، زي ما الهند اغلبيه هندوسيه اختاروا رئيس مسلم، واختاروا امراه مسلمه رئيسه، واختاروا رئيس مسلم. الهند اللي كان يا اله سبحان الله، الهند دي كانت سنه 19 كان مهاتما غاندي بيحسد يغبط سعد زغلول، بيقول له انا بحسدكم على الوحده الوطنيه اللي عندكم. فالهند دلوقتي بقت شوف عامله ازاي واحنا عاملين ازاي. المسيحيون في مصر اقولها بملء الفم ظلموا كثيرا وكثيرا وكثيرا، حرموا من المناصب، لم يأمنوا في معابدهم او بيوت صلواتهم، قتلوا كثيرا، تعرضوا للظلم حتى في الجامعات. انا شفت بنفسي دكاتره عندنا في كليه هندسه جامعه عين شمس كان في بعضهم بيظلم المسيحيين في الجوري او الشفوي، في كل المناحي، في كل المناحي. عندنا محلات، عندنا محل اكل مش عايزه اقول اسمه لانه لا يستحق ان انا اعمل له اعلان، يعني محل اكل شهير يحط مطلوب موظفين المسيحيون يمتنعون وما اتقفلش. انا بستغرب ان ده ما اتقفلش، يعني بهذه جرأة يكتب المسيحيين يمتنعون. تخيل العكس بقى، لو حد كتب كده مطلوب موظفين المسلمين يمتنعون، كان ولعوا المحل.
المسيحيين. ماذا عن المجموعات الأخرى؟ يعني نترك المسيحي جانبا، لكن ماذا عن المجموعات الأخرى التي هي في تزايد الآن؟ يعني عندنا بين قوسين أقليات لا دينية، عندنا أقليات مثلية. يعني كيف، هل دفاعك عن، أو لا أقول دفاع مرة أخرى، لكن هل كلامك عن المسيحيين هو جزء من دفاعك عن الحق بشكل عام؟ يخص دفاعي عن الحق بشكل عام. نعم. أنا لا أقبل أنا لا أعرف إلا مبدأ واحد في ما يخص كل إنسان في مصر أو كل إنسان في أي دولة. حاجة، الحق الوحيد الذي يعترف به هو حق المواطنة. يتكلم عنه أرسطو برضه في القرن الرابع قبل الميلاد. المواطنة، هذا مواطن له حقوق وعليه واجبات. امتى انتقد هذا المواطن وأنا لا أقفله بقى وكذا؟ حينما يهمل في عمله، يلقي قمامة في الطريق، يخون الوطن، يعذب حيوان أو إنسان أو امرأة أو يقطع شجرة أو كذا، أقف له. لكن لا، أنا مالي ومال ديني. فأنا لا أعرف غير مبدأ المواطنة. كل إنسان في مصر له حقوق وعليه واجبات. لكن الدين والفكر، وأنا هضم لك كل ما يخص الإنسان هو حر فيه ما دام لا يؤذي أحدا. حريتك في التلويح في الهواء تتوقف عند أنوف الآخرين. عايز تفضل تعمل كده طول النهار اعمل، بس ما تجيش عند مناخيرك بس. جميل، جميل جدا. لكن في مسألة يعني المواطن إن كان مسلما في بلد إسلامي، يعني كيف يتعايش مع غير المسلم أو ينظر له كمواطن كامل في نفس المستوى، إن كانت المراجع الدينية عند المسلم تفرق بين المسلم وغيره؟ يعني هل نحن محقون في أن نعيب على المسلم هذا التصرف؟ المسلم الآن ولا المسلم قبل كده ولا؟ يعني هناك مثلا الشريعة الإسلامية. إحنا في لحظة ردة طبعا، فكرية وردة أخلاقية وردة تربوية وردة تعليمية وردة دينية حتى إيمانية. خلينا نسميها إيمانية. مش عايزة أستخدم كلمة دين، عايزة أستخدم كلمة إيمان، لأن الدين يفرق بين الناس ولكن الإيمان واحد. فأنا بحب دايما كلمة إيمان مش دين. نحن في لحظة ردة شنيعة، في ردة زائقية. يعني انت لما يكون في بلد انجبت أم كلثوم هذه القامة الشاهقة، ويطلع طلع كليب كده بشع قعدني على المرجيح ما اعرفش ليه. المشكلة مش في ان حد يعني اي حد من حقه يغني، حقه يغني في الحمام، يغني وهو بياخد الشاور بتاعه، يدندن. لكن الصفاقة حينما يشعر أنه له جمهور وأنه كذا وكذا وكذا وأنه له باع في الغناء، بينما هو شخص صعب جدا، ذائقة صعبة. حتى عينينا اعتادت على القبح. لما تشوفوا أفلامنا زمان الأبيض والأسود، أنا ليا واقعة على فكرة عندكم في المغرب شهيرة قوي. مرة رحت المغرب، كنت عايزه احكي عن الافلام الابيض واسود زمان، تشوف الممثلات عاملين ازاي، ناديه لطفي مش عارفه. مره رحت المغرب سنه مش عارفه 2004 تقريبا، كويس؟ نعم. طلعت الفندق، كان مهرجان ادبي يعني، فطلعت الفندق في الرباط. بعد شويه بتاع الريسبشن كلمني قال لي في مجموعه شعراء جايين يرحبوا بيكي، شباب يعني مغاربه يعني. فقلت له اوكي. فانا نازله سلم كده، مش فاكره اسم الفندق صدقني، نازله السلم كده جري عشان اشوف بقى الناس. لقيت لك وفد كبير جدا، يجي 20-40 شاعر وشاعره ادباء يعني، شباب يعني، ماسكين ورد وبالونات وبتاع وبيحيوني، وفي نفس واحد كلهم مع بعض قالوا ازيك يا اختي، زي ما بحكي لك كده. انا صعقت، افتكرتهم جايين يتريقوا عليا يعني. انت فاهم لغتي المصريه كويس ولا في نعم نعم، لا افهمها جيدا. نعم، لا استطيع يعني تقليدها لكن افهمها. اوكي. افتكرتهم من تركلمت مغربي مش هفهم ولا كلمه. افتكرتهم بيسخروا مني يعني. فانزعجت، قلت لهم ايه ده؟ ليه تعملوا كده؟ وازاي؟ مش ازاي؟
ورحت طالعه الاوضه جري، طالعه بقى على السلم جري وانا غاضبه جدا. قلت لهم انا بكره همشي، مش هشارك في المهرجان، انا طيرت الصبح هاخدها وهرجع على القاهره، وانا غلطانه اني جيت المغرب. طلع ورايا على السلم جري جري الليدر بتاعهم او كبيرهم يعني، قال لي يا استاذه فاطمه شو بيكي يعني بالمغربي كده، انت ليه اللي زعلك وبتاع؟ قلت له ازاي جايين تسخروا مني، عملت لكم ايه؟ وبعيط ابكي يعني. هي شو ده جايين يرحبوا بيكي؟ انت عارفه ان هم قعدوا 10 ايام يتدربوا على الجمله دي، يتمرنون على الجمله بتاعت ازيك يا اختي. قلت له يعني ايه؟ مش فاهم. قال لي بيكلموكي بالدرجه المصريه. قلت له يا اختي، احنا نسميها في مصر ردح ده يعني بتاع الشعبيات يعني. قلت له مش فاهمه يعني. قال لي هم عايزين يقربوا منك فبيكلموكي بلهجتك. قلت له انت متخيل ان احنا بنتكلم في مصر كده يا اختي ونعمل كده؟ قالوا لي اه. قال لي اه. قلت له ازاي؟ ليه تفتكر كده؟ قال لي بالافلام، الافلام بتاعتكم كلها كده. قلت له اوكي خلينا بقى نشرح الموضوع. رحنا قعدنا بقى، سامحتهم طبعا، ورحنا قعدنا على المحيط الاطلنطي، كازينو يعني على المحيط كده، وقعدنا بقى كده. قلت لهم خليني احكي لكم بقى، كتبتها في مقال على فكره، هبعت لك المقاله دي، ناسي اسمها ايه يعني، عن اللهجات يعني. قلت لهم بصوا اللي انتوا عملتوه ده اسمه مش شعبي حتى، ده اسمه لغه الحوشيه. ده احنا فاكرين انتوا بتتكلموا كده في مصر في الشوارع العادي يعني، الطبقه. قلت له في مصر في طبعا طبقه مثقفه جدا، وفي طبقه متوسطه البرجوازيه الوسطى، في طبقه البرجوازيه العليا، وفي البرجوازيه الوسطى، وفي طبقه الشعبيه، وفي طبقه انا اسفه يعني اللي هم يعني عاهره او حاجه كده. فقلت له انت اللي انتوا قلتوه ده هي طبقه الحوشيين مش الشعبيين. حتى الشعبيات عندنا في مصر الطبقه العاديه، زي مثلا بتشوف افلام زمان سعاد حسني، ناديه لطفي، دول الطبقه العاديه كلنا بنتكلم كده يعني. الطبقه الشعبيه اللي زي زينات صدقي، انت عارف ان انا الممثلات اللي بقولهم ولا مش عارف؟ اعرف بعضهم يعني. لا اعرف الجميع. مش عارف ايه اللي هو الشعبيه بقى، الحاره الشعبيه الجميله دي اللطيفه. نعم. مش بيتكلموا باللغه اختي وكده، بيتكلموا بطريقه شعبيه كده لطيفه يعني. وفي بقى الحاجه الحوشيه دي اللي بيتكلموها بيعملوها في الاماكن يعني الخمارات والاماكن فتيات الليل يعني. قلت له اللغه اللي انت قلتوها دي بتاعت فتيات الليل وده ما ينفعش، احنا ما بنتكلمش كده في مصر. اعتذروا يعني، حسوا تقريبا اسفين سامحينا والله ما نقصد، ده احنا بنحبك جدا ومستنيين مجيئك بفارغ الصبر. لكن قعدنا نتمرن، لان الافلام اللي بتتصدر لنا من مصر معظمها بيتكلموا اللغه دي طبعا، وخلافات ثقافيه صحيح. فده اللي عايزه اقوله لك، ان احنا نزلنا في الذائقه، عينينا اتعودت على القبح، ودنا اتعودت على القبح السمعي. الشوارع بقى عادي تشوف فيه قمامه ما تنزعجش. زمان جدا كان حد يشوف ورقه في الشارع يعمل كده يعني، كانت الشوارع بتتغسل والشجر بيتغسل وكده. فانت في لحظه رده عامه تخص كل شيء، المستوى المهني، المستوى الاخلاقي، مستوى للاسف يعني مستوى التعليم، مستوى الثقافي، مستوى انت البرنامج بتاعك انت بتحاولي عليه اسمه بالفصحى. صح. ما حدش بيعرف يتكلم بالفصحى في مصر، حتى ليه مش بيحطوا تحتها نقطتين. حتى الادباء يكتبوا لي ساعات ايميلات لكن لم الف يعني. احنا حتى عندنا مشكله في، انا عايزه اقول لك حاجه، القاضي اللي حكم عليا ب3 سنين سجن اخطا في القراءه. انا كاتبه هذا القاضي هذا، ورغم ان الكابوس القدسيه قد مر بسلام على الرجل الصالح وآله. نعم. آله يعني أهله. صحيح. آله ألف عليها مادة ولامه، هو قال آله يعني إلهه. قرأها إلهه. قرأها ده هو فاهم إن هي معناها كده، لأن أنا كاتباها آله ألف لام ه، هو قال آله يعني تقصد إلهه ألف لام ه. عجيب 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 جدا طبعا، مؤسف يعني. يعني أنت عندك بقول لك انهيار في كل حاجة، الثقافة والتعليم والصحة والأخلاق لكن في مسألة يعني حتى نرجع إلى موضوع ربما ننتقل في نفس الوقت إلى موضوع المرأة في مجتمعاتنا. يعني هناك مشكل، أو أنت تحملين المسؤولية، هذا سمعته يعني في حوار لك
في إحدى القنوات أنك تحملين مسؤولية احتقار المرأة كل ما يحدث للمرأة تحملينه ولو جزئيا لرجال الدين. هناك من ذهب أبعد منك وقال مثلا نريد تعديل أو تحديث النصوص الدينية، نريد مثلا مساواة في الإرث. كيف تنظرين للأمر؟ أنا مع ده، وهقول لك ليه. لأن النص اللي نزل فيه أن للرجل زي ما حاجات كتير اتغيرت طبعا اللحظة التاريخية الجديدة دي. يعني كان في مثلا الخمر في المكي في السور المكية كان مباحا، ولكن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني وقت الصلاة بس ما تشربش، لكن كانت حلال أو مباح. وبعد كده في المدني نسخت هذه الآية وأصبحت اجتنبوه، مجتنبة يعني. ملكات اليمين، كان في ملكات يمين، لكن انت ما تقدرش في مصر دلوقتي تيجي الراجل كده يروح داخل مع واحده ويقول لها دي ملكه يميني، ما فيش كده. فعايزه اقول ان هناك لحظات او هناك بعض الاشياء الكثيره في النصوص المقدسه بشكل عام في كل الاديان ابنت لحظتها التاريخيه ولحظتها الزمنيه. وانا حتى ده بدفع عن الاسلام العنف، وعن القرآن بدفع عنه العنف، إني أقول إن حتى الآيات المدنية الآيات القتالية لها أسباب نزول ولها ظرف تاريخي وظرف زمني يجب أن نقرأها في سياقها التاريخي والزمني. زي كده بالظبط عند المسيحي أيضا عنده كتابين، أو الكتاب المقدس الذي يؤمن به جزئين، جزء اسمه العهد القديم اللي هو التوراة، وجزء اسمه العهد الجديد اللي هو الإنجيل أو اللي في أصل سير المسيح. الجزء الأولاني اللي هو التوراة مليان آيات عنف أيضا. احرقوا حزقيال، سفر حزقيال وسفر التثنية، احرقوا الزرع وابقروا واقتلوا الأطفال وابقروا من بطون النساء إلى آخره. ماذا يفعل المسيح؟ ليه المسيح مش دموي؟ لأنه بيقرأ هذه، مع أنه هو يؤمن بالنصين، يؤمن بالكتابين، الكتاب المقدس عنده يعني الاثنين مع بعض. بيعمل إيه هو المسيحي الراهن؟ يقول لك هذا نص نقرأه في سياقه التاريخي، لكن لا نفعله، لا نعمل به. نعمل به بالنصوص بتاعت الإنجيل اللي هي كلها تحض على السلام والحب، أحب أعدائك وبارك لعينيك ومش عارفة إيه، وصلي للذين يسيئون إليك ويبغضونك مش عارفة كذا، ويدافع عنكم وأنتم صامتون. الآيات اللي الإنجيل أو التي نعرفها من الأدبيات المسيحية اللي تحض على المحبة والسلام. فإذا الشخص المسيحي ليه هو ما بيحرقش سفارات ولا بيقتل ولا بيعمل داعش ولا كذا؟ لأنه يقرأ النصوص القتالية ونصوص العنف في ظرفها أو في سياقها التاريخي والزمني. إحنا نفس الحكاية عندنا آيات المدنية، رغم إن إحنا بقى عندنا العكس، إحنا المدني جاء بعد المكي، يعني النصوص القتالية جت بعد نصوص السلام والمحبة اللي كانت في الصور المكية أيام وجود الرسول في مكة 13 سنة، وبعد كده راح المدينة 10 سنوات. صحيح. النصوص القتالية تخص غزوة تبوك، دي تخص غزوة الخندق، دي تخص غزوة أحد إلى آخره. ما ينفعش تستلها من سياقها وتطبقها دلوقتي. زي مثلا الآية 29 من سورة التوبة اللي هي فيها آية الجزية، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرموا ما حرم الله من أولي الكتاب، من أهل الكتاب، ما حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. دلوقتي ما تقدرش تقول للناس تدفع جزية يعني. فليه؟ لأن دي كانت لها لحظة تاريخ معين. فأنا دايما بشوف كده، حتى كمان في زي ما حصل كمان زي ما قلت في ملكات اليمين ولا عبيد ولا آخر. فإذا أيضا هذا ليه ما ينسحبش على أيضا الميراث؟ لأن الميراث كان الولد ضعف البنت، أو للذكر مثل حظ الأنثيين لما كان الراجل بيصرف على الست، صح؟ دلوقتي مين اللي بيصرف على فين؟ معظم الستات معيلات في مصر. الست ولا بقى في أخ يدي لأخوه حاجة، يعني كان دايما يدي الولد أكتر عشان هيروح يزور أخته، يدافع يصرف على أخته مش عارفة إيه، فبيدوه أكتر عشان يعني يعولها، والراجل يعول مراته. اللي بيحصل دلوقتي مفيش لا أخ بيصرف على أخته ولا زوج بيصرف على مراته، والستات بقت معظمها في مصر، احنا عندنا نسبة المرأة المعيلة كتير جدا جدا. فلا بأس ان هو احنا لو فكرنا في حاجة زي دي، زي تونس ما عملت ان يبقى الولد زي البنت في الميراث او كذا، لا بأس يعني. لانك السيد الرسول نفسه قال ايه لما عمل تأبير البلح؟ قال ايه؟ انتم ادرى بشؤون دنياكم. فاذا
شؤون الدنيا دلوقتي انت تشوف اللحظه اللي فيها الزمن دي عامله ازاي، وده اللي قاله ابن رشد على فكره القرن العاشر، يعني مش بخترع حاجه. يعني ابن رشد قال النص يؤول لصالح الانسان. قالوا له ماذا لو تعارض النص مع صالح الانسان؟ قال لهم يعاد تاويل النص. قالوا له ولو اول ثم اختلف مع صالح الانسان، قالوا لهم يعاد تاويل النص، ثم يعاد تاويل النص الى ان يتفق مع صالح الانسان، لان النصوص هذه المقدسه مفترض انها نزلت لخدمه الانسان وحمايته، مش لتعذيبه ومش لمعاكسته. فلما كل الست بتصرف على الراجل تاخد اقل منه ازاي يعني؟ هذا هو تقريبا نفس الامر الذي او نفس الاداه التي يستعملها من يعني عندهم هذا التوجه الاصلاحي التجديدي في الاسلام، انهم يقولون ان هذه مقاصد حبيب بورقيبه معانا. هم يتكلمون عن يعني من سياق ديني، يتكلمون عن مقاصد الشريعه، ان من مقاصد الشريعه الحفاظ على الانسان، حياه الانسان وماله، فتاويل النصوص لتكون في صالح الانسان. لكن اليس الخطر هنا هو اننا سنصبح الان عندنا دين فردي، يعني كل يؤول الدين على قياسه، وسيصبح لن يبقى هناك دين أمة أو دين الجميع، لأن معايير التأويل طبعا تختلف من إنسان لآخر. لهذا أنا مع الدولة المدنية التي تضع الدين، كل دين في دار العبادة وفي القلب الإنسان، ولكن الذي يحكم هذا المجتمع أو ذاك هو القانون، قوانين وضعية. نعم. جميل. إذا ربما أستاذة حتى لا أطيل عليك كثيرا، سأسألك ربما أهم سؤال وهو الذي ينتظره الجميع بشوق، وأظن إن بقي عندك وقت بعد ذلك لأخذ أسئلة المستمعين. عايزة أسمعكم قصيدة اسمها سجن، قصيدة اللي كتبتها وأنا يعني ليلة الحكم عليا كنت فاكرة إني داخلة السجن يعني، فكتبتها قصيدة يعني موجعة يعني. جميل جدا، نسمعها في النهاية. السؤال هو طبعا الكثير شاهد الخلاف الذي وقع بينك وبين الشيخ محمد الفيزازي، وأظن أن حبك لمصر ودفاعك عنها ربما كان السبب في هذا الخلاف. أنا قمت بلقاء مع الشيخ الفيزازي قبل شهر تقريبا. أولا هل يمكنك أن تخبرينا بخلفية هذا النزاع، يعني خاصة أن من شاهد الجزء فقط الذي كان فيه الخلاف؟ لا، يشوفوا الحلقة كلها. نعم، لكن الأغلبية طبعا شاهدوا فقط هذا الجزء، فكان يعطي انطباعا أنك ربما كنت عصبية نوعا ما. نعم، هل هناك تفاصيل أخرى حول ما حدث لتكتمل لدينا الصورة؟ اوكي. بداية احنا في غرفة الاجتماعات رحت المغرب، وكان اللقاء في المغرب في قناة الحرة تقريبا، وكان قعدنا عملنا لقاء، ففوجئت ان هو داخل، انا داخله لوحدي كده، شخص عادي يعني جاي. فوجئت ان هو داخل بنسائه، زوجاته يعني جايين معاه، قبات وبتاع، وجايين حمايه يعني. فقلت لهم مين الاساتذه مين يعني؟ فقالوا طب مراتاتك انت قاعدين معانا في غرفه الاجتماع ليه، اللي احنا هنعمل فيها المذيع والمعد والمذيعه والمخرج، وبنتفق السيناريو الفورمات بتاع البرنامج هيبقى ازاي. فلقيتهم قاعدين معايا يعني، خلاص احرار يعني. ما رحنا الاستوديو، طبعا جايب كل الناس اصحابه، يعني الاستوديو في المغرب بلعب في ارضه، فكل ما يقول حاجه يسقفوا، وهو فاهمين بقى ان احنا جايين عدوين. انا ما بعرفش اكره حد والله يا استاذ خالص خالص، لا اكره. جهاز الكراهيه عندي متوقف ولا اسعى الى اصلاحه. فاي حاجه هم بيسقفوا له ومش عارف كذا، فهو استملح هذا الامر وشعر انه، ومراتته بقى تسقيف، واصحابه جايب اصحابه معاه، فهو استملح بقى ده فسخر من مصر. الحقيقه كنا بنتكلم ببساطه عن بيتكلم ان العفه في اللباس، يعني المراه العفيفه فقط هي التي تنتقب، اما التي سافره وبتاع فبالضروره هي مش عفيفه. وان الانهيار الاخلاقي مرتبط بزي المراه.
تحرش الرجل بالمرأة عشان هي بتلبس خليع يعني. فقلت له ببساطة خالص، قلت له طيب أفغانستان المرأة تتغطى من قمة رأسها حتى أخمص قدميها بما يسمى اسمه ايه، الشادور، مش عارفه اسمه، البرقع. لا ده حاجه طويله كده خالص، مش عارفه الشادور او كده. اوكي. السدالي يعني حاجه كامله من فوق لتحت. ومع ذلك اليونسكو اقرت او اعلنت افغانستان النسبه الاعلى في التحرش بالمستوى العالمي. بس بقول حقيقه، لا قلت راي، انا ما قلتش راي، انا بقول لك اليونسكو قالت. زي ما اجي اقول لك كده ايه، H2O الاكسجين مع الهيدروجين يساوي ميه، ما تجيش تقول لي انت غبيه، انا مالي، ده علم الكيمياء اللي انا بقول له حقيقه ان اليونسكو اعلنت افغانستان الدوله المرتبه الاولى في تحرش مستوى العالم، وهم مغطين بعتذر. فاذا الحكايه ملهاش علاقه بلبس المراه من غير اي سبب. بدل ما يرد على هذه الفكره يروح ضربك. وانت عارف فقير الحجه يا استاذ هشام يطعن في الشخص، ما يطعنش في الفكره. الكبار يناقشون الافكار، العاديون يناقشون الاسماء او لا سوري، الكبار يناقشون الافكار والعاديون يناقشون الاحداث والصغار يناقشون الاشخاص. يعني يقول لك ده محمد انت لما رحت انا شفتك لما انت كنت بتعمل مش عارفه ايه. انا اتكلم في فكره، انت لما تيجي تقول لي فكره وانا مش عارفه ارد عليك فيها او اقول لك مش انت امبارح كنت بتشرب بيبسي كده يعني، فاهم؟ هو عمل كده. فلقيته عمال يقول ايه، مصر كان في ميدان التحرير بيتحرشوا، ثورتكم قايمه على التحرش في مصر كذا. لما اتحمل طبعا قمت وانفعلت زي ما انت شفت كده، خاصه ان انا مع كل احترامي لكل البلاد يعني قلت له انا بحترم هذه البلد اللي هي المغرب، ومش هغلط فيها ومش هقول كلام ممكن يوجعك. فاحترم بلدي كما يجب عليك ان تحترم بلدي. وبعدين الجمهور قعد يسخر، قال مش هعتذر. قلت له مش هكمل الحلقه لما تعتذر. ما اعتذرش، قال هعتذر يوم القيامه. فالجمهور بتاعه قعد يضحك. فرحت انا قايمه فك المايكات وماشيه، قام الجمهور راح مسقف وقال تحيا مصر واحترموني. فقعدت عشان خاطر الجمهور. يعني هذه القصه. هل هناك شيء، يعني لو عملنا الان سفر عبر الزمن وعدنا الى الوراء، هل هناك شيء كان ستغيرينه؟ لا، انا دافع عن مصر بكل شراسه. يعني سيكون نفس الانفعال؟ يمكن سني كبر هتعب شويه مش اوكي، جميل جدا. أستاذة فاطمة، لو تقدمين لنا القصيدة الآن أكون لك من الشاكرين. السجن. يكرهون الشدوى يا حبيبي. انتوا الصورة كده واضحة ولا ايه؟ الصورة جيدة جدا والصوت جيد كذلك. يكرهون الشدوى يا حبيبي، لهذا يصوبون نبالهم نحو جناحي الأعزلين حتى تسقط حصواتهم ريشة وحلما، فلا أطير إلى حيث صوتك يغني فوق الشجر. تعالي يا حبيبتي. سهروا ليالي إثر ليال إثر ليال، يجدلون قضبان الحديد وترسانات رصاص، ويفرشون الأرض الحزينة بالخرسانة المسلحة حتى يصنعوا سجنا محكما يليق بجموح أفكاري التي تطير رغما عنهم ورغما عني فيما وراء الحجب نحو السماوات العلى. ألم يخبرهم العارفون أن خيطا نحيلا من الحرير كان يكفي ليربط معصمي ويكسر جناحي؟ ألم يخبرهم ذو المعرفة أن حصوة ضئيلة من أقواسهم تشق طريقها نحو قلبي كانت تفي بما عزموا عليه عزمهم؟ ألم يخبرهم العرافون أن العصافير لا تحتاج أكثر من عود قش نحيل لنحر أعناقها؟ لو كانوا يعلمون لوفروا أطنان الحديد وشكائر الأسمنت من أجل الفقراء يبنون لهم منازل وأكواخا تحمي أجساد العرايا من ويلات الصقيع.
لكنهم يا حبيبي يكرهون الموسيقى، لهذا أغضبهم همسي إليك. أدركني يا بعيد الدار، هات قيثارتك وغني لي أغنية الفرح. أيها السجانون الغلاظ، وفروا زنازين العتمة لسافك الدم وسفاح الأحلام، وخلوا عني كلبشات الفولاذ التي أولى بها لصوص العقول وسارق الأوطان. لا تشهروا في أمام وجهي سيوفكم، لا تشهروا أمام وجهي سيوفكم، فلا حاجة لي بها لأنحر. أنا تقتلني كلمة تخرج من فم عبوس لا يحب النغم. أمهلوني برخة حتى ينتهي شهر الربيع، وعهدا سآتي إليكم طائعة عاصرة العينين بورقة شجر رابطة معصمي بسعفة نخيل خضراء، حاملة فوق ظهري مخلاة تحمل أفكاري التي ستطير من ثقوب الجدران الخرسانية إلى حيث لا تطالها أياديكم. ثم لا تسألوا عن قلبي، ثم لا تسألوا عن قلبي، فقد أودعته قبل مجيئي في كف حبيبي، حتى يجعله ريشة يعزف بها على قيثارته. رائع جدا، تصفيق جميل جدا، فعلا كلمات معبرة. وأنت ربما لا ترين يعني ما ينشر على البالتوك وعلى اليوتيوب، فأنقل لك الورود وترجم لك الورود التي أراها، لكن ممكن الحاجات الحلوة دي شوفها يعني ازاي. ستكون على الفيديو، ستكون على الفيديو على المباشر فيه شاط اليوتيوب وشاط البرنامج البالتوك معا. حلو، في فيدباك بقى للي انا قلته مش كده؟ نعم تمام. إذا كان عندك بعض الوقت أستاذة، نفتح مجال ولو صغير للأسئلة إن تفضلتي. ممكن؟ طبعا جميل. أنا طبعا سأقرأ الأسئلة التي تصل، لكن إن كان عندك تحفظ على سؤال ما فلا مانع نأخذ سؤال بعده. يقول سؤال: ألا تظنين أستاذة أن الخطاب التنويري بدل الانتقاد هو بمثابة تنويم للشعوب وإلهائهم عن الخطر الحقيقي في الإسلام كإيديولوجيا؟ أنا أنقل السؤال فقط، أنا don't kill the messenger. أن خطابنا التنويري هو إلهاء الناس عن ماذا؟ عن إيه؟ يعني عن الخطر. هو يقول عن الخطر الحقيقي في الإسلام، والواضح أن السائل هو لا ديني، فيقول عن الخطر الحقيقي الذي هو في الإسلام حسب قوله. يعني انت كده مثلا، طب انا تنويريه، يعني انت متخيل ان انا بحاول اعمل ده؟ انا بحارب ما التطرف بكل ما استطيع من قوه، لا ادخل في نوايا الاخرين، ولكن انا بالنسبه لي، انت بتتكلم عن تجديد الخطاب الديني، ربما تجديد الخطاب الديني انا الوم به، وما يفعله الازهر عليه دور كبير لم يقم به، والحقيقه ده قلته كتير، وقلته على الهوى، وقلته في مقالات موجهه للازهر ان عليه دورا لم يقم به. ولكن اذا انت تقصد، لحظه واحده بس، يعني أنا ما هختلف معاه طبعا. الخطاب التنويري نحن نجتهد أن نعلي من شأن الإنسانية، وأن نحارب كل من أو ننتقد فكريا أو معركتنا الفكرية هي مع العنف أيا كان مصدره. يعني على الأقل أنا مش بعمل تنويم ولا كذا، لا أظن يعني. نعم. سؤال آخر يقول يعني إنسان مثلا يعيش في مجتمع إسلامي، هو كان مسلم لكن خرج من الإسلام، لا ديني، ملحد، مسيحي، ما هو دوره الآن في المجتمع الإسلامي؟ يعني كيف يكون إنسانا مؤثرا تأثيرا إيجابيا في المجتمع؟
الشخص لا ديني في مجتمع، في أي مجتمع إسلامي يعني. نعم. نحن ننادي أن لا يحاسب الإنسان على دينه، لأن العقائد شأنه يخص الإنسان فقط. وكل الدساتير إن لم تكن، أنا على الأقل في الدول المعتدلة يعني ومنها مصر، يعني الدستور المصري يضمن أو يقر بحق الإنسان في المعتقد، وبالتالي يقر بحق الإنسان في اللا معتقد. ما هو الإلحاد لون من الاعتقاد، يعني هو أن تؤمن بشيء أو أن لا تؤمن به هو لون من الإيمان بالشيء يعني. فالملحد أو اللا ديني أو كذا هو معتقد وكده، وهذه حريته الكاملة في أن يعتنق. حتى الديانات بتقول كده يعني، حتى في الإسلام نفسه لكم دينكم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس من حق إنسان أن يحاسبك أيها اللا منتمي أو الأوتسايدر أو الأثيست أو اللي هو هذا الملحد أو اللا ديني أو كذا. ليس من حق أي إنسان أن يحاسبك على هذا، هذه قصتك وحدك يعني. جيد. سؤال يقول يعني ما رأيك في السلفية؟ وباء وباء وباء. أوكي. هي الخطر الذي يدمر مصر الآن. لكن لو عايز المصطلح كمصطلح لغوي، بما اننا بتاعت لغه، فانا اقول لك انا سلفيه. يعني ايه بقى سلفيه؟ يعني ايه سلفيه؟ يعني لغه ليس اصطلاحا طبعا. لا اصطلاح يعني اقصد لغه صحيح. انا سلفيه بمعنى انني انتمي او اوقن او اقر او احترم او احب السلفي. انا سلفي مين؟ من هم اسلافي؟ اسلافي هم الفراعنه يعني. فالمصريين القدامى، فانا اعتز بحضارتي المصريه القديمه، اعتز بحضاره اجدادي، وبالتالي انا سلفيه بهذا المنطق. لان بيقول لك انا سلفي عشان الصحابه كانوا في شبه الجزيره العربيه مش في مصر يعني، فلا ينتمون للمسلمين باي شكل يعني، ولا في معتقد فكري يعني. ربما السؤال هذا سيكون في نفس السياق، ولماذا نركز، وهو طبعا شبه عتاب للتركيز على مصر. يعني إن كنا نحن أبناء الأرض عامة، يعني لماذا نركز في هذه الحدود، يعني حدود مصر؟ لماذا التركيز على هذا بدل التركيز على الإنسانية، يعني أننا إنسانيون ليست عندنا حدود؟ بالنسبة لي لا أنا أدين بالإنسانية. أنا بتكلم عن الإنسانية كلها. ربما تجد في مقالاتي الاهتمام دلوقتي بقصة المسلم والمسيحي في مصر أو العنف في مصر أو مش عارفة إيه في مصر، لأن أنت أرضي مشتعلة فقط. لكن حينما تسود مصر بإذن الله يعني السلام والاستقرار، ويبقاش فيها طائفية، لا أنا بالعكس، أنا مظلاتي هي الإنسانية وليست مصر. لا طبعا أنا أحب مصر لأنها زي أمي، يعني هي أمي حقيقية. لكن مش معنى كده إن أنا بقول لك إن أنا بقى ينطبق عني بصدق إنني لو رأيت شاة تعصر في مكان بشعر بالألم. يعني أنا لما بشوف مثلا القسوة اللي بيتعامل بيها الثعالب او كده عشان الفيرورات بتاع، انا امي يعني عندي فيرور طبيعي بتاع امي، ما اقدرش البسه يعني، رغم ان انا حاجه فخمه جدا واتمنى ان انا البسه كامراه، لكن مجرد شعوري ان هذا حيوان عذب يعني. لا انا مظلتي هي الانسانيه. لكن انا تركيزي دلوقتي، انت عارف زي ما يكون مثلا انت عندك مدرس فبتهتم بكل الطلبه، لكن لما يكون في مدرس، في تلميذ من تلامذتك او طالب عنده تعثر بتركز معاه شويه. فمصر متعثره الان. انا كتابتي بتركز على مصر لانها مصر موجوعه، وبالتالي تستحق اهتمامنا كلنا يعني. سؤال عن الإلحاد في مصر، والسؤال يقول يعني ما رأيك في أن يعلن الملحد المصري عن إلحاده؟ يعلن طبعا، بالعكس، ولنا أصدقاء يعني أحمد حرقان أعلن، وطبعا له حق وكذا وكذا، لكن قوي جدا ولا يعبأ بأحد، وهذا حقه المطلق، حق الإنسان المطلق. وارث الدين شيء يعني مقزز جدا، يعني ان الانسان يبقى ورث دين ولم يقرأه ولم يقرأ عنه ولم يقرأ الديانات الأخرى وكذا وكذا، ويقاتل من أجل شيء لم يقرأه، من أجل شيء ورثه. لا أنا كل احترامي لكل إنسان، المؤمن وغير المؤمن، المسلم والمسيحي، اللاديني، الملحد، الربوبي، اللا أدري، كل ألوان المعتقدات. هذه معتقدات مختلفة من المؤمن إلى اللا أدري، يعني إذا كان أو أنا بعتبر أن الدرجة
موست اكستريم هو لا ادري. نعم. وهذا شخص يعني كل احترامي للجميع، انا بالعكس انا مع ان يعلن، حتى يعني اصلي مش يعلن من باب انه من المهم ان يعلن عشان هعاملك بقى بشكل مختلف لو عرفت انك مؤمن، ولا بشكل مختلف لو كذا وكذا، لا، قصدي اذا اراد ان يعلن فيعلن، وعلى الاخر ان يتقبل، وعلى الاخر ان يحترم، وعلى الاخر ان يقدر، وان يحاسبه على عمله. اهمل في عمله كمهندس جاز، اجاد عمله يعني to be praised يعني يجازى سلبا او يجازى ايجابا يعني. جميل. لكن طبعا كل حد من حقه يعلن اذا اراد. اخر سؤال، بالنسبه لي طبعا انت تؤمنين بان الدين هو مساله شخصيه، يجب ان تتعامل الدوله بقوانين وضعيه. هل تعتبرين ادخال الدين في القوانين مساله تعيق تقدم المجتمع؟ definitely ده احنا بنطالب بالغاء الدين من المدارس. الدين محله المسجد، الكنيسه، البيت، المعبد، الكذا والكذا، لكن الدين في المدارس يفرق بيخلي الطفل يخرج. انا كنت في مدرسه مسيحيه، كنت بخرج من الفصل عشان اروح الفصل الثاني، والمسلمين والمسيحيين بيخرجوا من الفصل في المدارس الاسلاميه وكذا. ف انا مع طبعا يعني ايه علمانيه؟ ما هو علمانيه يعني كده، يعني فصل الدين عن الدوله، بمعنى انه الدوله تقف على مسافه متساويه ومحايده من جميع الاديان، وبالتالي ادخال يعني انت عندك حديث بيقول لا يؤخذ مسلم بذمه. انا كنت في حوار ارجو ان انتم تشوفوه امبارح مع احد الشيوخ على صفحتي، موجود الشيخ محمد عامر، محمود عامر. فقلت له الدين سواء، قال لي لا مش الدين سواء. قلت له انا دلوقتي مسلمه، لو رحت قتلت واحد مسيحي ما تعدمش؟ قال لي لا كفايه ديه بس. يعني نكته سمجه يعني. ورفعت عليه قضيه قدام النائب العام يعني انه يحرض على القتل، يحرض على قتل المسيحيين. فطبعا لا، ادخال الدين في كده انت دخلت النسبي. نعم، جميل جدا. ربما هذه الخواطر العلمانية هي أفضل ما نختم به حوارنا. أشكرك شكرا جزيلا أستاذة فاطمة، وكنت سعيد جدا بهذا اللقاء، وأنقل لك الشكر والورود من اليوتيوب والبالتوك. شكرا. أنا هشوف بقى هذه الورود وتكلك دم يعني، وبشكركم جدا، وأرجو أن أنا أكون كنت يعني ضيفة غير ثقيلة وتكون حلقة مبهجة. بشكركم جدا وبثمن تعبكم وجهدكم، وربنا يوفقكم في الحوارات الجايه ان شاء الله. شكرا جزيلا، تحياتي. ميرسي، اشكرك.